والله العظيم يا رب. مالك يا حاج باقي القرفان ليه؟ والله الواحد خلقه ضيق يا عبد الله من الصبح بسبب عمايل الحاج منعم. وين هو زفت حاج منعم؟ اللي حسب بس يا حاج باكري. دلوقتي مش الجيران لبعضيها؟ ايوه الجيران لبعضيها. طيب هو دلوقتي راح زرع برسيم وانا جاي له ان ما تزرعش ولا تسقي غير لما اخلص انا واسقي الزراعات بتوعي، عشان لما ما يسقي هو اللي الميه ما تسيح في الطريق وتقطع عليا الطريق ومش ما اعرف اعدي. شوفوا لك كيف يعمل كده. لولا الحاج منعم جاري ويعز عليا، ولولا ان انت عديت عليا دلوقتي انا كان دم فاير، وكويس ان انت عديت عليا وانا فضفضت معاك وارتحت. وانت كنت وقف له بالعصايه. اقف له ازاي وده جاري واكل معايا عيش وملح، نقف ازاي لبعض بالعصايه واحنا رايحين معديين على بعض وش في وش اليوم كله؟ بس برضه هيقول عليك ان انت كده مش راجل. هو انا لازم اعمل مشاكل يعني عشان يقولوا عليا يا راجل؟ يا عبد الله انا لما حد يعمل غلط قدامي او يعمل غلط معايا انا بحاول اقعد مع نفسي شويه بعيد عشان اعرف اركز على اعصابي وادوس على نفسي والشيطان ما يسوقنيش للغلط وما اغلطش. ويا ريت الكل يعمل كده، ده راجل جاري وعزيز عليا وكلنا عيش وملح مع بعض. بس انت كنت تروح له كنت توري له العين الحمراء. عين حمرت ايه يا اخي؟ اما اقول لك الناس عن بعضيها والناس طالعه في وشها في وش بعضيها، عين حمرت ايه اللي وريها له؟ انت جاي تسخنها ولا جاي تهديني؟ انت لو وريت له العين الحمراء من زمان ما كانش عامل معاك كده. يا اخي عين حمرت ايه؟ انا ما اتفك معاك بكلمتين تقوم تولعها؟ انت شيطان ولا ايه؟ يا اخي غور من هنا، انا مش عايزك تتلم عليا تاني ولا عايزك تجيلي، روح. والله لا روح للحاج منعم لو ولعها نور. السلام عليكم يا حاج منعم. السلام ورحمة الله. اتفضل اقعد. تعالى بعد ايه؟ الدور الشفاطة ميت. الشفاط ما انا خلاص دورت الشفاط وزكيت وخلصت. ميت الكلام ده. من يومين زكيت، من يومين لسه استنى. مش كمالة الحاج باكر قلب الدنيا على كده. قلب الدنيا ليه؟ ماله الحاج باكر؟ حالب طلاق 3 شوفك هيقتلك. شوفني يقتلني؟ هو اللي قال لك كده؟ ايوه ده قال عليك كلام كتير. طب ورحمة جد ما اوصل له لاسويه بالارض. ولا تقدر تعمل حاجه، ده قال عليك راجل عود. قال عليك انه يخرب زرعاته. ليه يا عم؟ انا ضرته في ايه ولا زيته في ايه؟ ايه اللي عملته له عشان يعمل لي كده؟ اللي ضرته كتير وقطعت عليه الطريق. يا عم ده حاجه غصب عني، هو ما جاش ولا قال لي. عارف اللي يلم العيال وتوقفوا لك في الطريق. قال عليك ان انت راجل ضراري ونصاب. هو قال كده؟ ايوه. يا راجل ده احنا جيران، ده لما يكون عندي شغل ما اروح اطل عليه، ولما يبقى عندي حاجه الراجل مش اما يسيبني. انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه انا متاكد من الكلام ده. لولا تعز عليا لولا قلت لك الكلام ده بالظبط. لا فيك الخير يا اسطوره، انا اقوم اروح له واشوف ازاي يقول عليا الكلام ده. يا فتان يا خباص، انا توقع الناس في بعضها. طيب انا ماشي عشان ورايا الصلح في حته تاني. اهم حاجه تخلي بالك من نفسك وتوعد نفسك. لا هتمشي تروح فين؟ ده انت تقعد معاه عشان نروح انا وانت ونشوف الكلام اللي قاله الحاج باكر ده. انا مش فاضي عشان انتوا دول مع بعضيكم وما ينفعش ان انا اتدخل فيه. انا وسيط. وكل يوم مش هتتدخل؟ مش هتتدخل يا راجل يا بركه، امال لو تتدخل هتعمل ايه؟ تولعها نار. تعالى بس نروح انا وانت عند الحاج باكر ونشوف الموضوع ده. امشي مالك مش قادر تمشي ليه؟ يا عبد ما هو الاسود ما انت خدت فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج باكر حاج منعم الحال عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا ابو جار؟ ده جيران وبيحبوا بعضهم، انتخب بيهم خسران. معلش يا قاتل امها قطعت عليك الطريق. لا ولا يهمك يا جار، احنا مهما كان الجيران لبعضيها يا عم هتفرق شويه ميه، هي عادي حاجات فاضيه كلها، ولا يهمك حاجه يا ابو جار. اصل انا سمعت ان انت كنت عايز توقف لي انت وعيالك في الطريق. مين اللي قال لك الكلام ده؟ احنا نتوقف لبعض، احنا طول عمرنا جيران، ده جارك القريب ولا اخوك البعيد، ده انا لما بيحصل عندي مشكله بتبقى انت اول واحد عندي في البيت، ولما بيحصل عندك انت اي حاجه انا اول واحد بكون عندك في البيت. انا ما صدقتش الكلام ده برضه، ما صدقتوش ولا داخل دماغ، انت عرفنا مع بعض زي السمنه على العسل. طب ما انا جالي كلام ان انت مستهيفني واما تقول عليا ان انا مش راجل ولا مش بتاع مشاكل، وانا عارف الكلام اللي بيجي في وقت المشكله ده، الكلام ده اللي بيجي في وقت المشكله، والناس اللي بتحب تفتن وبتزود الدنيا وتحط عليها الشطه بتاعتها والملح ما تشيلش ولا تسمع لحد.
رايح فين يا فتنه؟ انت رايح فين يا فتنه؟